تعمل ايه؟ أنا وأنت بقينا زي بعض يا منى. احنا شغلنا لازم يبقى اكبر من كده بكتير. احنا لازم نبقى بشوات. رأيك نشتري جواكت جلد؟ ظبطته يا باشا، ظبطتهم يا باشا، قلت له يا باشا على بركة الله. داري رامي جول. يا عم وطي صوتك، ايه الصوت ده؟ انت مالك كاوتش عربيه؟ انا احساس حضرتك بس صورة ماشي يا بس فين التاريخ؟ عم طب اخلص استنى تعال. استاذنك بس، دي تبروز ده يا فندم والله. ماشي معلش بس واحدة كمان بس عشان بس. يعني ماشي. شكرا شاكر جدا يا فندم. شكرا يا درديري. ماشي يا فندم، انا واقف هناك لو حضرتك احتجت اي حاجة. ماشي تحت امرك يا فندم. شكرا. وضع التسلل ده انا هد الدنيا، ده انا ولع المنطقة دي باللي فيها. اثبت يا بتضربوا ليه يا جدع انت؟ اثبت انت كمان. بقول لكم ايه، الرجاله شكلها رياني غلط. انا ابن بلد وجايبها من تحت قوي، واي حد يعمل الشويتين دول هزعله. اظن الرساله وصلت للكل. متسلل. هو نهار شمال، من اول النهار نهار شمال. يا ابن اللعيبه جبتها من حته. عجبتك استاذ؟ شفنا كيف دخل ميسي في الكرة الماضية. وان كان نفسي اتفرج فين وفين لما الواحد يشوف خناقه تلذ بالشكل ده. ابقى توصى بيه وحياتك يا معلم. حكايات. ميسي ده نهار ازرق يا استاذ. انا متشائم جدا. اللي بيقطع تذكره النهارده وكانه بيقطع تذكره عشان يموت. لا واحد ممكن استاذن حضرتك تتشائم بعيد عني عشان انا مش ناقص، انا عندي ظروف خاصه لو سمحت. هنالك في العمق لوتارو مارتينيز التسديده منه. اللي هيجي جنب اللباس انا هفجر الدكه. انا كل دمر شامل انا بقول لكم. الخطوره التسديده بابا جول. ميسي لو تلاحظوا معي فرحان وسعيد جدا. وانا فرحان كلش فرحان، واصدقائي فرحانين، وابوي فرحان، وامي فرحانه، واخواني كلها فرحانه، وولد عمي كلها شلع. خبيك فين؟ هي يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. اهرب ميسي. اوي. اسفين قوي يا معلم حصوه، واعلى ما في خيرك اركبه. تلعب من لا بقول لك ايه هو فعلا 4 منك يموتوا اسد؟ دوكا الرد انا نوع تاني. انت بلدي. غاليليو بابا جول. عمري ولا شفت ميسي يضحك ويفرح مثل ما يفعل. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ ما تعرفناش. انا بابا يلا. احنا الشقاوة فينا لكن ربك هدينا، فبلاش تاني ترازينا. اسمي عمرو اديب، اللي بيحبنا ايوه واللي بيكرهنا لا، واللي بيحبنا ما يضربش نار بفرحنا. اصحي يا منطقة. في ايه يا عم؟ في ايه يابا؟ في ايه مالك؟ في ايه؟ مالك يا عم؟ ايه في ايه يا عم؟ اضحك مالك؟ قوم يا عم عندنا صداع يا عم. وشكرا.